بالبيت قلت بدك تروح المدرسة صح؟ ما بدي. مو بكيفك انت. على غير عادته عصام مجداد اليوم يتفاجأ ببكاء سند المفاجئ. السلام عليكم ورحمة الله. منذ قليل خرج عصام مجداد وهو في طريقه إلى المدرسة لتوصيل سند أخيه إلى المدرسة بعدما قاموا بتوثيق هذه اللحظة المهمة في فيديو على قناتهم الرسمية، وهو أول يوم في المدرسة لسند، باعتبار أن سند هو الابن الأصغر والأخير لمروة حماد. وظهر سند في الفيديو وهو كان في حالة نشاط وفرح شديد جدا باستقباله المدرسة، ولكن سرعان ما تغير هذا الحال وانقلب هذا الفرح إلى بكاء سند أثناء ذهابه إلى المدرسة اليوم مع عصام. فعصام هو من يقوم بتوصيل سند وأخويه التوأم جاد وإياد وتوصيل جنى إلى المدرسة. طلب سند من عصام أن يقوم بتوصيله إلى البيت بدل المدرسة، ولكن عصام رفض وقام هو باصطحابه إلى المدرسة والدخول معه كي يطمئن قليلا. متابعينا، خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.